العيد على الابواب، كل سنه وانتم طيبين. هنعمل النهارده لسان، بس مش اي لسان، لسان وصايع على ابوه. اول حاجه هنسمي الله، وهجيب معاه اللسان. شايفين اللسان شكله عامل ازاي؟ ضميره يأنبني والله وانا بطبخه وانا باكله. بصوا اللسان بالحته العليقه دي اللي هي بقيه لحمه الراس. بجيب اللسان كده بغسله غسله كويسه، وبجيب حله على النار بحط فيها زيت وزبده. بنزل في الحله كده بشويه مستكه وحبهان، وبحط طماطمايه وبصلايه وجزرايه وقرن فلفل، بديهم تقلبتين كده، وبحط اللسان بديله تشويحه كده وصدمه من الناحيتين. مهم اول حركه دي عشان تاكلوا كده اللسان بطعمه وريحه حلوه. بعد ما بشوحه كده من الناحيتين، بنزل عليه بالميه المغليه، بحط عليه ملح وفلفل بغطيه لحد ما يستوي خالص. حط السكينه او الشوكه فيه، تدخل كده تتغرز بمنتهى السهوله. يبقى كده هو استوى معايا بجيب اللسان كده بعد ما استوى معايا كده، بطلعه بسيبه يا دوبك يهدى حاجه بسيطه، مش يبرد. اهم حاجه عشان اللسان يتقشر معاكم مظبوط، تقشر وهو دافي، ما تسيبوش لما يبرد. بصوا بشيل القشره اللي عليه دي، شايفين جسمي بيقشعر؟ بصوا بشيل القشره اللي عليه دي، بقشره خالص كده. بصوا اللسان ده عامل زي الروز بيف، يعني شبه اللحمه البارده. يعني ممكن حتى عشان تقولوش لحد ان هو لسان كده او اتخض او ضميره يأنبه، وقول لهم ده روز بيف. بجيب اللسان بعد ما قشرته كده وبقطعه كده ترانشات، بصوا بالشكل ده. والحته اللي هي اللي كانها لحمه الراس دي برضو بقطعها كده. وهنعمله بقى النهارده بطريقه روعه. بجيب طاسه على النار، بحط فيها شويه زيت وزبده، وبحط فيها بصلتين، بقلب البصلتين تقلبتين كده، وبنزل عليهم بفلفلايتين رومي خضر كده، وبديهم تقلبتين. بعد ما بقلب الفلفل كده، بنزل عليه بطماطميتين مبشورين ومعلقتين كبار صلصه. يبقى كده المقادير ما تتوهش خالص: اتنين بصل، اتنين فلفل، اتنين صلصه، طماطميتين مبشورين. بقلبهم كده مع بعض شويه، وبقعد بشوح فيه شويه. بجيب كده طاجن ببقى مسخناه في الفرن كويس قوي، وبنزل كده بكل الكلام اللي احنا حطيناه كده. بس الاول بكون ضفت عليه البهارات، ملح وفلفل وبهارات وماجي باودر، وبحطه في الفرن على اعلى درجه حراره لحد ما ياخد لون معايا. شايفين بقى طالع شكله عامل ازاي؟ شكله ولونه وريحته وطعمه تحفه بجد، حلو قوي. هتجربوه مش هتبطلوا مش هتفكروا تاكلوا حلويات المذبح دي بره تاني ابدا. هعملها لكم كلها بطرق وطعم اكتر من روعه.